عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. لست أفندم يا أخي، كيف أفندم؟ لا طلعت رسم على النت. اتفضل الله يحفظك. كنت عايز أعرف حكم التحكم للقوانين الوضعية. أنت مختار أو مجبر؟ يعني أمامك الإسلام وأمامك القوانين الوضعية وتختار القوانين الوضعية، أو أنت مجبر على التحاكم إليها؟ طيب حكم أسألك يعني أسألك اللي بيشرعوا الكلام ده. أسألك يعني أنت الآن افترض أن طبعا الله يقول ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها تمام. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فيلزمنا التحاكم إلى كتاب الله سبحانه، لكن هب أن شخصا أجبر على غير ذلك، أجبر يعني مثلا أنت الآن جاء شخص سرقك، ما لك حيلة إلا أن ترفع عليه قضية حتى يرد إليك مالك. القضية لن تحكم عليه بقطع اليد، تترك المال وتترك الذهاب إلى الشرطة أو ترفع قضية ويرد مالك وإن سجن. تمام. بس شكرا لك. طيب حكم اللي بيشرعوا الكلام ده إذا كان يشرع متعمدا شرعا غير شرع الله وليس له عذر قد يصل بذلك إلى الكفر. طيب ماشي. بل يلحق به الكفر إذا كان عامدا متعمدا رافضا لشرع الله سبحانه مختارا غير مجبر ويشرع شرائع يرفض شريعة رب العالمين عن استحلال يكفر.